إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. هناك في أيام سفينة مريم وسفينة ناجي العلي، في عنا أمل واحد بأنه تتحرك السفينة عن طريق ميناء اليونان. لحد هلا ما اجانا جواب من اليونان بنعم او لا، وطالبين توضيح من الخارجيه القبرصيه بسبب رفضهم استقبال سفينه مريم. رح نضلنا مستمرين. هذه السفن في مهله محدده، اذا انتهت سوف نعلن بانها سوف تكون سفن عوده لتنفيذ القرار 194. سوف نعلن حينها بأن هذه السفن سوف تحمل اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى أرضهم في فلسطين لتنفيذ قرار 194 الذي أصدره مجلس الأمن بالتعاون مع المجتمع الدولي كله. ونحن لا نريد أن نحارب المجتمع الدولي ولا نريد أن نحارب مجلس الأمن. نحن تحت سقف القانون، تحت سقف هذا القانون سنتحرك. دون شك الجهود المبذولة الآن بهدف كسر الحصار هي جهود كبيرة، وهي جهود أيضا تقع في موقع التحدي لكل الإجراءات الإسرائيلية القمعية التي تستهدف حركة فك الحصار عن قطاع غزة. وأنا أعتقد اليوم سفينة مريم تقف في مواجهة كسر الحصار وفي عملية تحدي للعنجهية الصهيونية. وأنا أعتقد أن اختيار الاسم والفريق الذي سيصعد على هذه السفينة وضع إسرائيل في موضع حرج جدا، حيث الاسم يمثل قاسم مشترك بين المسلمين والمسيحيين. وأيضا فريق السيدات الذي كان من المفروض أن يسافر عبر البحر إلى فلسطين أيضا بدون رجال هو أيضا موضوع إحراج لإسرائيل. ولذلك إسرائيل عملت كل جهد لتغلق كل السبل من أجل وصول سفينة مريم إلى قطاع غزة. والآن معركة كبيرة حول منع سفن أخرى بهدف كسر الحصار. لا شك أن هناك ضغوط أمريكية هائلة وضغوط إسرائيلية هائلة على الدول التي يمكن أن تنطلق منها هذه السفن. هذه معركة مستمرة، لن نيأس وسنواصل التحرك بمختلف السبل لكي نقول للعالم أجمع بأن استمرار حصار غزة جريمة ضد الإنسانية وجريمة ضد 1.5 مليون إنسان فلسطيني محاصرين ويمارس عليهم أعتى أنواع الإرهاب. هذه الضغوط الأمريكية والصهيونية نحن كنا ندرك أنها ستمارس، ولكن هذا لا يعني أننا سنتوقف عن هذه الحركة. سنعمل كل ما نستطيع من أجل فك الحصار عن قطاع غزة، ونأمل أن نتمكن في المرحلة القادمة من تسيير العديد من السفن من أجل فك الحصار. قضيتنا في خطر وشعبنا في خطر، ومعركتنا معركة متواصلة ومفتوحة، وهذه المعركة لن تنتهي إلا بضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم وديارهم وفك الحصار عن قطاع غزة الباسل. ونحن نقول أن هناك استحالة للحل السياسي مع هذا الكيان الصهيوني المجرم، لأنه برهنت مسيرة الأحداث خلال الأعوام الطويلة الماضية بأننا أمام كيان لا يريد السلام ويريد السيطرة على كل الأرض الفلسطينية، وبالتالي ليس أمامنا من طريق إلا ممارسة المقاومة بمختلف أشكالها حتى نتمكن من تحرير الأرض الفلسطينية والعودة إلى أرض فلسطين. أحسننا إليهم في الدنيا ولكن هم سيحسنون